هيقول لك ماشي، انا علشان احلم ولا احط هدف لنفسي محتاج ان انا اجري وراه، محتاج ان انا اسعى ليه، والسعي ده محتاج وقت. طب وانا فين الوقت علشان اسعى الحلم اللي انت بتقول عليه او الحلم اللي انا حلمته؟ طب انا اجيبها من اخرها وما احلمش واعيش زي بقيه الخلق زي ما عايشه؟ يعني ما كانش انا اول ولا اخر واحد يعني عايش عادي يعني. اقول لك انك انت صح في الحته دي، بانك انت مش لاقي وقت بانك انت تحلم، او مش لاقي وقت بانك انت تجري ورا حلمك وتسعى ليه. انا معاك في الحته دي وكلنا زيك. بس انت لما تيجي كده وتفكر مع الناس اللي حواليك وتبص على الناس اللي حواليك، هتلاقي ان في ناس حواليك ما عندهمش وقت وفي نفس الوقت ناجحين، في نفس الوقت متجوزين، في نفس الوقت فاتحين شركة، شغالين في شركات عالمية، بيسافروا هنا وهنا، بيلبسوا هدوم من براندات عالية، ناجحين عامة في أي حاجة من أي جوانب من جوانب حياتهم. وهم برضه ما عندهمش وقت، يعني يومهم مليان بمليون حاجة زيك زيهم يعني. وتيجي لما انت تبص على الفرق ما بينك وبينهم، تلاقي ان الفرق حاجة واحدة بس عندهم، هم ان هم حاطين نفسهم هدف تجري وراه مهما حصل. الكلام اللي انا بقوله لك ده يبان عليه ان هو كلام جميل، كلام سهل ان انا بقوله لك، بجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا برسوم بطلع جمله جميله تزرع فيك الحافز والدوبامين بانك انت تقوم تحفز نفسك، وان انا اكسر الدنيا، ان انا اخلي ايلون ماسك يشتغل عندي وفي الاخر بتجيب ورا. في الاخر بتجيب ورا ليه؟ علشان الكلام ده صعب بانك انت تعمله في ارض الواقع. يعني انت علشان تحط حلم لنفسك وكل يوم تسعى ليه، دي في حاجه في قمه الملل وفي قمه الزهق. ليه؟ علشان الانسان في طبيعته ان هو بيختار الراحه. فانت بتقوم تجبر نفسك وبتجاهد نفسك بانك انت تحط حلم لنفسك وتسعى ليه، ودي حاجه متعبه، مش حاجه مريحه لينا، لا دي حاجه متعبه. فانت تختار بانك انت تسعى ليه علشان تحققه، علشان تعيش الحياه اللي انت كنت بتتمناها وانت صغير. ده ابسط مثال.